سيدي اشنو بان لك في الناس اللي تيشربوا الخمر في شعبان وحنا مقبلين على سيدنا رمضان؟ من حقهم. الخمر ليست حراما في ديننا. الله يقول في كتابه العزيز: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. الذي لا نتقبله البتة هو السكر العلني وعواقبه السيئة على المجتمع، لكن الخمر ليست حراما البتة. هناك آية أيضا في القرآن تقول: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، بمعنى أن السكر مباح. الخمر مباحة وليست سكر. نعم. إذن في اعتقادي هؤلاء الناس الذين يشربوا ويتناولون الخمر من حقهم، تلك حريتهم، ولا نعترض على حرية الناس. واخا وكاين تيقولوا لك 40 يوم الا بقى لسيدنا رمضان حرام تشرب الخمر. هذه تعاليم الفقهاء، والفقهاء من حقهم أن يقولوا ما يشاءون، وعلاقة المسلم هي علاقة مع الله وليست علاقة مع الفقيه. والله حرم ما حرم وأحل ما حل. يقول في كتابه العزيز: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. هذه المحرمات. الخمر سيدي الكريم ليست حراما.